اهلا وسهلا بيكم احلى متابعين. طبعا البوري والاسكندراني وازاي بنفتح السمكة زي ما احنا شايفين. نفتح السمكة من ظهرها وبنمشي كده من جنب الشوك او السلسلة بتاعتها. بنفتح كده لحد الراس. طبعا هي بس بتبقى السمكة جامدة شوية، بس طبعا يعني مع التعود بتبقى كويسة. بنشيل السلسلة كده بالراحة من جوه. بننضف الأحشاء والبطن كويس جدا وبنغسلها. وبعد كده بنتبلها بملح فلفل كمون شطة توابل مشكلة على بعض. طبعا بعد ما نكون متأكدين ان هي مغسولة كويس، إيه، زي ما انتم شايفين كده بنرش عليها التوابل المشكلة. وبنرش عليها الكزبرية اللي هي توم، فلفل أحمر مفروم في الخلاط أو في الكبة، ومحط عليه صلصة طماطم. طبعا ما بيكونش متبل، التتبيلة هنا محطوطة لوحدها قبل الكزبرية. بدهن السمك بتاعي كله كويس جدا اهي كزبرية اهيت، توم وفلفل الوان وزيت وخل وتوابل بره. طبعا اكيد بور اسكندراني يعني بصل وفلفل وطماطم. بتحط كده مكان بطن السمكة كده وبتخش في الشبكة على الفحم زي ما احنا شايفين كده. احلى بوري ده ولا ايه؟ الطريقة ديت بتخلي السمكة طالعة لونها جميل قوي في الشوي، سواء على الفحم او سواء جوه شواية اسكندراني مقفولة او جوه الفرن عند حضرتك في البيت. كنت تحطيها على شبكة على الفحم، او ممكن نحطه في سيلفر كده مقاس وندخله الفرن وبيستوي بيطلع مية مية. برضه البر ما بيستحملش سوا. هنا بقى اخر مرحلة بقى هنحط الخضار. هنحط الخضار اللي هو البصل والفلفل الطماطم الخضرة. طبعا احنا ممكن مع الخضار نحط شوية سفود، جمبري، سبيط. نشكل شغلنا زي ما احنا عايزين وبنطلع الصنف بالطريقة اللي تناسبنا. ودي الخلطة اهيت فيها خضرة برضو. وبنقفل الشبكة كده او بنحطه في صينية في الفرن عشان يطلع احلى بوري ده ولا ايه. طلع من على النار استوى، شوفوا الجمال. بندهنه زبدة بالفرشة وبنقول بألف هنا، واستنونا في حلقة جديدة وطريقة جديدة، ويا رب دايما ينال إعجابكم. ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. كان معاكم الشيف محمد كمال.